بص، انا النهارده مش جاي اكلمك عن فيديو يخص صحتك النفسيه ولا الكلام دوت زي ما انت متعود مني على المحتوى بتاعي. بس انا جاي اكلمك عن شويه اراء عملاء بداوا فعلا اوريدي يغيروا حياتهم، وفيهم ناس كانت داخلين على سوري هيحطموا حياتهم بايديهم. فيهم ناس كانوا بيعملوا افكار انتحاريه، فيهم ناس كانوا بيأذوا نفسهم، فيهم ناس كانوا متخيلين ان الحياه وقفت عند الحته ديت، فيهم ناس كانوا متخيلين ان المشاكل النفسيه ملهاش حل، فيهم ناس كانوا متخيلين حاجات كتير جدا زي ما حضرتك متخيل دلوقتي بالظبط. الفكرة كلها ان هم خدوا الخطوة، بدأوا ياخدوا القرار في تغيير حياتهم. وهتسمع بنفسك آراء الناس وهتشوف بعينيك آراء الناس اللي فعلا غيروا حياتهم للأحسن، واللي مشاكلهم فعلا اتحلت بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أخصائي نفسي بساعد حضرتك إنك توصل لحتة بفضل الله كويسة جدا. مشكلتك النفسية والأسرية والاجتماعية ليها حل، ما من داء إلا وله دواء. ابدأ خطوة واقعية في حياتك، في تغيير حياتك للأفضل. ما تبقاش سوداوي، ما تبقاش شخص سلبي، ما تبقاش لا أنا مشكلتي ما بتتحلش. كل مشكلة بتتحل. أنت اللي مش عايز تبدأ. هسيبك مع الآراء، اسمع آراء الناس، شوف بعينيك، يمكن تبدأ تاخد خطوة في نجاحك واستقرارك النفسي. أول شيء أنا حابة أتشكر منك، شكرا. أنا عارفة إن أنا للحين بداية الرحلة، أوكي، بس شكرا على كل شيء عملت لي إياه. شخصيتي تغيرت، صار عندي ثقة أكثر، صار عندي راحة أكثر، حطيت لي النقاط على الحروف، صار عندي فلترة حق الحياة بطريقة ما. وفي أشياء كنت محتاجة أحد يأكد لي الجواب، وأنت قاعد تأكد لي الجواب بطريقة يعني بطريقة لطيفة لذيذة، أوكي. وإن شاء الله راح نكمل لغاية ما أنا أوصل إلى اتزان النفسي اللي أنا أحس فيه. أيوة، أنا قاعدة أتعالج عند الدكتور، أوكي. في أشياء تخصني ما أقدر أقولها باللايف، ماشي، والدكتور عارف حالتي. كل إنسان أنا بالنسبة لي مثل ما الجسد يمرض نحتاج إن ناخذ عليه حبة مسكن، مثل ما الأسنان بتتوجع، حتى النفسية. بس وجع النفسية ممكن يسبب أمراض جسدية على فكرة. يعني أنا واحدة من الناس حقيقي. إذا كنت قلقانة أو متوترة معدتي بتوجعني بالقولون ف أوكي. بس أنا حقيقي. حابة أتشكر وأترك المجال حق غيري عشان شكرا ليك. فوق شكرا راسي ليك. اللي قاعد أسويه معاي. شكرا ليك، أوكي، ربنا وبس يبارك أنا فيك. أستأذن. ربنا يبارك فيكي بس أنا حبيت وبالتوفيق. أتشكر منك، وإن شاء الله يكونون شاهدين علي مو ضدي الكلام اللي قاعد أقوله. والله انا بجد بتشرف بيكي وجدا فخور بيكي بتنفيذ التعليمات اللي احنا بنتكلم فيها في الاستشارات. وحقيقي التطور اللي انت وصلتي له يعني انا مبسوط منه كتير، مع اننا ما بقالناش وقت كتير، بس بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا لتطور جميل جميل جميل. ربي يجعل ليك القوة والسلامة النفسية، يا رب. وأشوفك بخير دايما يا رب يا رب. أنا أستأذن ونشوفك على خير دكتور، مشكور، الله مع يسلمك، السلامة. ربنا يبارك.